اتفاق انتهى، والحلول السياسية وصلت لطريق مسدود. اليوم ما عاد في حديث عن تفاوض أو وساطات، بل عن الحسم العسكري فقط، بعد فشل كل الجهود بدمج الكيان الانفصالي في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية. المتن: بعد أشهر طويلة من المماطلة، يبدو أن صبر الرئيس السوري أحمد الشرع قد نفد، فالاتفاق الذي أبرم في 10 مارس الماضي بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي منح قسد مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي للاندماج الكامل في صفوف الجيش والحكومة المركزية، بقي حتى اليوم حبراً على ورق، لا اندماج عسكري ولا التزام سياسي ولا أي خطوة عملية على الأرض. ومنذ مارس الماضي لم يتحقق أي بند حقيقي من الاتفاق، الأمر الذي دفع القيادة السورية إلى تغيير قواعد اللعبة والانتقال من لغة السياسة إلى لغة الرسائل العسكرية الواضحة. رسالة حلب. الرسالة الأولى جاءت من مدينة حلب، المدينة التي كانت من أوائل المناطق التي استعادت الدولة السورية السيطرة عليها. وفي الساعات الأخيرة رصدت تحركات عسكرية لافتة، شملت معدات عسكرية ثقيلة أرسلت باتجاه نقاط تماس حساسة داخل المدينة، وتحديداً في منطقة الشيخ مقصود والأشرفية اللتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية. اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وقوات قسد في تطور خطير ينذر بمرحلة جديدة من الصراع. هذه التحركات لم تكن عشوائية، بل حملت رسالة مباشرة مفادها: زمن الانتظار انتهى، ومن لا يلتزم بالاتفاق سيجبر على ذلك بالقوة. الخاتمة. اليوم تقف قوات سوريا الديمقراطية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ الاتفاق والاندماج الكامل ضمن الدولة السورية، أو مواجهة حسم عسكري يبدو أن دمشق اتخذت قرارها به بالفعل. فهل نشهد الأيام القادمة تصعيداً أوسع أم رضوخاً متأخراً للاتفاق؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الجواب.